في وسط التطور اللي بيحصل دلوقتي في سؤال بيتكرر كتير. هل الذكاء الاصطناعي هيقضي على البرمجة؟ هل المبرمجين كده خلاص شطبوا؟ في الفيديو ده هتكلم بصراحة وبعقل، لأن في فرق كبير ما بين التهويش والواقع. يلا بينا نشوف ايه هو الفرق. السلام عليكم، أنا محمود حسام ويلا بينا نشوف ايه هو الفرق. ازاي الذكاء الاصطناعي بيغير حياتنا لحد اللحظة دي؟ الأدوات الجديدة في ال AI بقت قوية جدا، لمجرد إن أنت ممكن تفتح ChatGPT وتقول له اعمل لي موقع أونلاين كامل لبيع منتجات بأي لغة، وهو هيكتب لك كود حقيقي. نفس الكلام مع أدوات زي جيت هاب وكوبايلوت، بتكمل لك الكود وأنت بتكتب. ولكن السؤال الأهم هنا اللي المفروض نسأله، هل يقدر يكتب كود؟ ولو يقدر يكتب كود، هل الكود ده متوافق مع المشروع الحقيقي؟ هل الكود ده محمي؟ هل الكود ده قابل للتنفيذ؟ وهنا نقدر نكتشف إن ال AI مش زي الإنسان أو مش زي سياق الإنسان بالظبط. الذكاء الاصطناعي مساعد مش بديل. ال AI مش هدفه إن هو يطردك من شغلك، هدفه إن هو يساعدك إن أنت تشتغل أذكى وأسرع. زي زمان الآلة الحاسبة ما قضتش على المهندسين والوورد ما قضاش على الكتاب. نفس الفكرة هنا، الشخص اللي هيختفي هو الشخص اللي بيعتمد على الحفظ والروتين، أما الشخص اللي بيفكر وبيحل مشاكل هو اللي دوره هيزيد. إيه اللي ممكن يختفي فعلا؟ خلينا نعترف إن في أنواع من الشغل معرضة إن هي تختفي أو تقل. زي إيه مثلا؟ زي المهام التكرارية والتصميمات البسيطة. الحاجات دي ممكن فعلا ينجزها ال AI أسرع منك، ولكن الشغل اللي بيتطلب قرارات معينة أو فهم بيزنس أو تصميم داتابيز معقدة، ال AI ممكن ما يتخذش فيها القرار بشكل كامل. لازم تغير طريقة تفكيرك كمبرمج. المبرمج اللي بيشتغل 2025 غير المبرمج اللي بيشتغل 2015. النهاردة مطلوب منك ان انت تكون اسرع واذكى وتتخذ ادوات ال AI لصالحك. يعني لازم تتعلم ازاي تكتب برومت صح، ازاي تعمل ريبير للكود بتاعك بشكل دقيق، ازاي ان انت تعدل على الكود بتاعك بشكل كامل. بمعنى تاني، ما تبقاش مجرد كاتب كود وخلاص، خليك مهندس بيفكر. نيجي هنا لأهم حاجة، ايه هي المهارات اللي هتحميك في عصر الذكاء الاصطناعي؟ أول حاجة معانا وهي التفكير المنطقي، تاني حاجة هي حل المشكلات، تالت حاجة ان انت تبني فعلا مشاريع حقيقية، رابع حاجة ان انت تعمل حلول او تبتكر حلول end to end. اللي هيميزك فعلا انك تفهم احتياج العميل وتقدم حل ابداعي، مش مجرد ان انت تكتب كود وخلاص. زمانك دلوقتي بتسأل نفسك، هل لازم اقلق ولا لازم اتعلم؟ الخوف مش حل، بالعكس الخوف هيعطلك. لازم تبدأ فورا ان انت تطور من نفسك. استخدم ال AI وخليه يساعدك، لان اللي هيخسر هنا مش اللي ما بيستخدمش ال AI، اللي هيخسر هنا هو اللي واقف في مكانه ومستني التغيير. لو الفيديو ده خلى الصورة أوضح ليك، اعمل لايك وسبسكرايب وساعد غيرك إن يشوف الحقيقة من غير مبالغة. واكتب لي في الكومنت إن ال AI هل شايفه فرصة ولا تهديد. أشوفك الفيديو اللي جاي.